أنا تعبان نفسيًا لو رُحت أمريكا حالتي هتتحسن والّا لأ بصراحة؟ بصراحة الموضوع صعب، لأن خلّي بالك هي أمريكا مش الجنة، أمريكا برضه غُربة وأمريكا تعب وأمريكا هتبعد عن أهلك وهتبعد عن صحابك، وهيبقى عليك ضغط نفسي مختلف عن الضغط النفسي اللي أنت فيه دلوقتي. فلو أنت حالتك النفسية تعبانة بسبب قلة المادة أو قلة الفلوس أو عندك التزامات أو عندك مستقبل خايف منه في حتة جواز والحاجات دي، أمريكا هتخلّيك تحس أفضل في الحاجات دي، بس أمريكا هتحط عليك stress من ناحية تانية، ما هي أمريكا هتدّي لك فلوس وهتدّي لك مستقبل، بس هتحط عليك stress من ناحية تانية، إن أنت بعيد عن أهلك، إن أنت متغرّب، إن أنت على طول حاسس إن أنت لوحدك. صعب تتجوز في أمريكا، الحاجات دي كلها هتحط عليك ضغط وستريس. ف أمريكا مش الجنة ومش الحل السحري، يعني مش مصباح سحري هي هتحل لك أمورك. أمريكا هتحسّن لك الماديات، هتحسّن لك مستقبلك، هتدّي لك فرصة إن أنت تتعلّم، هتدّي لك فرصة إن أنت تبقى عندك فرصة تانية في الحياة، إن أنت تسعى وتشتغل عشان توصل لحاجة، دي حاجات أمريكا هتدّيها لك. بس في حاجات برضه مصر مدّياها لك أنت مش حاسس بيها، الأمان، الإحساس بتاع الطمأنينة بتاع أهلك، الوجود وسط أصحابك، إحساس الشارع والناس والحاجات دي كلّها أنت مش هتلاقيها في أمريكا. الحاجات دي إحنا بننزل مصر مخصوص عشان نحسّها. فأمريكا هتدّي لك حاجات وتاخد منك حاجات، ومصر بتدّي لك حاجات وتاخد منك حاجات، فخلّيك دايمًا تفكّر في المعادلتين. الوحيد اللي يعرف يجاوب على السؤال ده هو أنت، لمّا تعرف إيجابيات وسلبيات ده، وإيجابيات وسلبيات ده، وتعرف أنت تقدر تتحمّل إيه. يعني أنا شايف إن أنا أقدر أتحمّل الغُربة، بس ما أقدرش أتحمّل نقص المادة، فأنا بالنسبة لي أمريكا مريّحاني. حد تاني لأ، ممكن يتحمّل قلة المادة بس ما يتحمّلش الغُربة وبُعده عن أهله، فتلاقي مصر مريّحاه. فهي وجهات نظر، الموضوع مش صح وغلط ومش جنة ونار، هي وجهات نظر، وشوف أنت وجهة نظرك إيه وربنا يريّح بالك إن شاء الله.